السلام عليكم. نقدم لكم على مدى 10 حلقات إن شاء الله فيديوهات عن تاريخ حكام الجزائر والغدر ديالهم للمملكة المغربية. الحلقة الأولى بعنوان الخيانة الأولى. بعدما سقط المغرب في أيدي الاستعمار الفرنسي وإخضاعه لنظام الحماية، ناضت فرنسا بوضع حدود تعسفية بينها وبين الجزائر الفرنسية، فقامت باقتطاع منطقتي بشار وتندوف من التراب المغربي وضمتهم السلطة الفرنسية لحاكمة في الجزائر، لكن وضعتهم في نطاق نظام الحماية، وهو النظام اللي كان مطبق على المغرب في ديك الوقيته. وما اعتبرتهمش جزء من تراب الجزائر الفرنسية اللي كانت فرنسا قد احتلتها سنة 1830 بعد انتزاعها من الإمبراطورية العثمانية، وحولتها إلى إقليم فرنسي تابع لها وسماتها الجزائر الفرنسية. وباش نوضحوا أكثر، فالجزائر كانت كتخضع لنفس النظام اللي مطبق على كل منطقتي لا غوادلوب والغويان والمارتينيك، أي أقاليم فرنسا لما وراء البحار اللي كتسمى بالفرنسوية أوتخومير. لكن مع بداية الخمسينات غيرت فرنسا وضع منطقتي بشار وتندوف، فمبقاتش عندهم نظام الحماية بحال اللي مطبق في المغرب، بل ضماتهم للمقاطعات الفرنسية اللي في الجزائر. كاينين جوج أسباب اللي خلاو فرنسا تقوم بهذه الخطوة. أولا، كان تصاعد النضال ديال الحركة الوطنية المغربية من أجل تحرير جميع التراب المغربي بما في ذلك منطقتي تندوف وبشار. وثاني سبب هو اكتشاف الاستعمار الفرنسي لمعادن الحديد والمنغنيز في تلك المنطقة. فاش انطلقت حرب التحرير الجزائرية سنة 1954 حصل واحد التعاون بين المغرب والجزائر وتحالف بين البلدين كان الهدف ديالو الاستقلال. ولما حصل المغرب على الاستقلال ديالو من الاستعمار الفرنسي سنة 1956 واصل دعم الثورة الجزائرية. كل هذا دار واحد الوضع اللي ازعج فرنسا، حيث التعاون بين المغرب المستقل والثورة الجزائرية كان يهدد مصالح فرنسا وكينهي حكاية ما كانت تسميه الجزائر الفرنسية، وهذا الشيء ما كانش ممكن أنها تقبله فرنسا في ديك الوقيته. فلجأ الاستعمار الفرنسي إلى نظرية فرق تسد، لعل وعسى أنها تقاد الميزان بينها وبين المقاومة الجزائرية. فقدمت فرنسا واحد العرض للمغرب كان الأساس ديالو استعداد فرنسا أنها تسعيد أراضي تندوف وبشار إلى المغرب مقابل تخلي المغرب عن المساندة ديالو لحرب التحرير الجزائرية وللثوار الجزائريين. بطبيعة الحال محمد الخامس ما ترددش باش يرفض هذه المقايضة رفضا قاطع، واعتبر المغفور له محمد الخامس التفاوض مع الحكومة الفرنسية حول استرجاع أراضيه المقتطعة كي تعتبر طعنة في ظهر إخواننا الجزائريين اللي كيحاربوا من أجل الاستقلال. وقال أن المغرب كينتظر حصول الجزائر على استقلالها لكي يعالج هذا المشكل ويحله بين الإخوة الأشقاء بكل نية حسنة. ثم واصل المغرب المساندة ديالو ونصرة جبهة التحرير الجزائرية في حربها من أجل الاستقلال على الاستعمار الفرنسي بجميع الوسائل، حتى إن بزاف ديال المواطنين المغاربة انخرطوا في عملية المساندة بجمع الاكتتابات والتبرعات المالية لصالح الثورة الجزائرية. فكان الرد ديال الفعل ديال فرنسا هو اللجوء إلى الانتقام من المغرب. فقامت فرنسا في سنة 1958 بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق سميت عملية إيكوفيون ضد جيش التحرير المغربي في مدينة الداخلة. هذه العملية اللي قامت بها فرنسا كانت كتبان في الظاهر على أنها كتدعم الجيش الإسباني اللي كان كيتحارب مع جيش التحرير المغربي، ولكن في الباطن كانت هي عملية انتقامية من المغرب اللي رفض أنه يتخلى عن حرب التحرير الجزائرية. وفي يوم 6 يوليوز 1961 وقع الملك الحسن الثاني اللي كان آنذاك ولي العهد باسم المغرب وفرحات عباس اللي كان كيشغل رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية باسم الجزائر، وقعوا على اتفاق بالرباط ينص على ما يلي. أولا، تتأكد حكومة صاحب الجلالة ديال المغرب مساندتها غير المشروطة للشعب الجزائري في الكفاح ديالو من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية، وكتعلن الدعم ديالها بدون تحفظ للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في المفاوضات ديالها مع فرنسا على أساس احترام وحدة التراب الجزائري. وستعارض حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب بكل وسائل أي محاولة رامية إلى تقسيم أو تفويت التراب الجزائري. ثانيا، كتعترف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من جانبها بأن المشكل الترابي اللي ناشئ بين المغرب والجزائر
هو ناتج عن تخطيط الحدود المفروض تعسفا من قبل فرنسا بين الدولتين، وأن حكومة الجزائر المستقلة غادي توجد حل في إطار مفاوضات مع حكومة المملكة المغربية. ثالثا، كتقرر الحكومتان إنشاء لجنة جزائرية مغربية غادي تجتمع في أقرب أجل لبدء دراسة هذا المشكل والحل ديالو ضمن روح الإخاء والوحدة المغاربية. رابعا، أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تتأكد أن الاتفاقيات اللي غتنتج على المفاوضات الفرنسية الجزائرية لا يمكن أن تطبق على المغرب فيما يخص الحدود بين الترابين الجزائري والمغربي. في 1962 حصلت الجزائر على الاستقلال ديالها وتحررت من اسم الجزائر الفرنسية، وأصبحت لأول مرة في التاريخ ديالها دولة قومية كتمارس السيادة على أرضها والشعب ديالها. كان لدعم المغرب وتونس السخي والقوي واللي كان متواصل دور كبير وفعال في تحقيق الانتصار. عند استقلال الجزائر قاد تحالف ما بين أحمد بن بلة وهواري بن مدين إلى الإطاحة بالحكومة الجزائرية المؤقتة اللي قادت مفاوضات الاستقلال، فاستحوذ ما سمي جناح وجدة على الحكم. أحمد بن بلة خدا رئاسة الجمهورية ورئاسة حزب جبهة التحرير، والهواري بن مدين خدا وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية بالنيابة. وهكذا تم تثبيت سيطرة الحكم العسكري على الحكم المدني، ثم بدات حملة ديال التصفيات. قام بن بلة بطرد كل المنافسين ديالو متواجدين في حزب جبهة التحرير الوطني وفي الجيش وفي الأجهزة الإدارية. الخلاصة كتقول أن من استطاع أن يغدر بالرفاق ديالو في الثورة غيكون من السهل عليه أنه يغدر بالمغرب، جاره وحليفه وصاحب الفضل عليه. المغرب ما كانش كيتوقع أن أول رد فعل أو أول فعل غادر أنه يصدر عن أحمد بن بلة تولى منصب رئاسة الجمهورية الجزائرية، وكانت أسوأ وأغرب مفاجأة تجي من شخصية جزائرية خالطات المغاربة وصاحبتهم واستفد من الدعم ديالهم ومن النصرة ديالهم. خالطهم فاش كان عسكري في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان كينتمي لواحد الفريق المقاتلين المغاربة في الفوج الخامس الفرنسي، ثم في الفرقة الثانية للمشاة المغاربة، واستفاد بالصفة ديالو كعضو قيادي في الثورة الجزائرية من دعم ومساندة المغرب الرسمي والشعبي، حتى أن فاش تلقات فرنسا السراح ديالو التحق بما كان يسمى جناح وجدة العسكري اللي كان كيقودو الهواري بن مدين. في يوم 13 مارس 1963 أي أقل من عام على استقلال الجزائر، قام الملك الراحل الحسن الثاني بزيارة رسمية للجزائر، وخلال اللقاء ديالو مع أحمد بن بلة ذكروا بالاتفاق الموقع بين المغرب وبين الحكومة الجزائرية المؤقتة المتعلق بموضوع الحدود بين البلدين. غير أن الرئيس الجزائري بن بلة اللي حاول أنه يناور مع الملك الحسن الثاني ما طعنش في ديك الاتفاقية وما نفاش الوجود ديالها، ولكن بدا كيناور وطلب من الملك ديال المغرب باش يأجل مناقشة الموضوع إلى حين ما سماها استقبال بناء مؤسسات الدولة الجزائرية. وكان هذا الجواب التسويفي هو أول علامة على وجود نية الغدر لدى النظام الجزائري. والنظر لما غادي يوقع بعد بضعة أشهر يمكن القول أن الطغمة الحاكمة في الجزائر كانت قد اتخذت قرار التنكر بالاتفاق المذكور بين المغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة، وشرعت في التحضير للعدوان العسكري على المغرب في شهر أكتوبر من السنة نفسها، وهو العدوان اللي شعل ما سميت بحرب الرمال.